مسلسلات رمضان، احنا اتربينا على مسلسلات رمضان من زمان، من ايام ونيس والحاج متولي والمال والبنون ولن اعيش في جلباب ابي وليالي الحلميه، يلا الله يرحمهم جميعا. ما ماتوش، مش كلهم، هم دول اللي فضلوا وقرروا يعملوا الجزء السادس من ليالي الحلميه. انا مش عارف بصراحه فكره الجزء السادس دي جت منين. لو اعتبرنا ان المسلسل كان ناجح واتعمل منه 5 اجزاء، فنص الابطال اتوفوا. الجمهور اللي كان بيتفرج على المسلسل يعني دفعته بقت لواءات دلوقتي، لكن هم اصروا. سيبك ان الممثلين كبروا شويه، بس شريف فايد طالع في المسلسل، بس شرير موت. ايه يا شريف، ايه اللي رجعك من المالديفز يا حبيبي؟ مفيش حاجه تستاهل. فيلم الكيف، الفيلم العبقري العظيم، احلى ساعتين في السينما المصريه. الفيلم ده ويا سبحان الله اتحول مسلسل، بعيدا عن ان الفيلم اتشوه وان فرق الاداء في كل الشخصيات رهيب وان المقارنه خسرانه. ازاي الكاتب والمخرج عبوا 30 ساعه تصوير؟ دي سهله، ملل في الاحداث، زود شخصيات، عندك 10 دقايق فاضيين اعمل مشهد اكل، مشهد اكل تاني، عندك 2 ابطال عايزهم يتكلموا قعدهم ياكلوا، الخير كتير ما شاء الله. وعشان يبقى مسلسل الكيف بقى كل شويه اقعد اقول جرايه بيسي جرايه بيسي جرايه بيسي جرايه يا جماعه. الحاجه الوحيده اللي كانت صح في مسلسل الكيف هو اختيار بهاء سلطان عشان يغني التتر. بس انا ما ضايقنيش قد شنب الفنان احمد رزق. ده شنب من ابو 2 جنيه بتاع الحفلات. الراجل عصب الشفه عنده اتشنج وما بقاش عارف يتكلم. يا جماعه نصيحه، لو عايزين البطل يبقى بشنب اقترحوا عليه ان هو يطول شنبه من قبل المسلسل مثلا، جايز ما يكونش بيطلع له شنب مع انها صعبه دي. في الحاله دي الفنان محمد رمضان لقى لنا حل رائع. لو نفسك في شنب ودقن وما بيطلعلكش مفيش مشكله خالص، هتدقهم كده تعملهم تاتو بالحنه وهتبقى متحدده وفيها خنجر من فوق. ممكن تركب اكستنشنز، ممكن من غير، بس سيبك انت، الدقن حكايه يا رفاعي. بس يا بابا حاضر يا باشا. بس بصراحه مسلسل الاسطوره مكسر الدنيا، وده يرجع لاهم حاجه، دي فكرته الجديده. تخيلوا محمد رمضان طالع في دور بلطجي بجد، اول مره يعمله. ده حتى ضحك علينا في اول المسلسل وطلع بدورين، دور طيب ودور بلطجي. مفيش 5 حلقات البلطجي مات، قلنا خلاص محمد رمضان هيطلع بدور طيب بقى بلطجي. وكالعاده راح للشاعر الكبير بتاعه قال له عايزين اقوال مقصوره كده، اما قال له خد دي، واللي اوله كفته اخره سيخ، واللي عكس المدام يستاهل الاعدام، واللي نازل الاول يركب قدام. وبصراحه اختيار الابطال كان ممتاز. كان مع اميره النكد فردوس عبد الحميد، ما ضحكتش من 30 سنه. المشهد الوحيد اللي ضحكت فيه بعديها بدقيقه ابنها مات عشان ترضي غريزه الصويت اللي جواها. بس بصراحه الاداء والاخراج كانوا حلوين، لدرجه ان يوم موت رفاعي كان اصعب على مصر من موت جمال عبد الناصر. وكان في ناس بتدور على عيله النمر عشان ينتقموا منهم. والفنانه غادة عبد الرازق برضه كانت طالعه مغلوله في مسلسل الخنكه، طالعه بدور مدرسه بتدافع عن حقوق المراه وبتحارب التحرش، بس هي كانت قاسيه شويه مع المتحرشين. ترضى ان حد يقول لاختك يا مكنه؟ يعني انت مش قد كلامك؟ طالما مش قد كلامك تبقى مش راجل، اخلع. لدرجه ان في مشهد لما كان طالب عندها بيحاول يغتصبها عدمته العافيه. وزي اي مسلسل مصري في مشاهد ما تعرفش هي ليه، زي مشهد المكرونه مثلا. اغسل الطبق اللي في ايديكي ده عشان احط لك مكرونه. ايه تحطي لي مكرونه؟ يا خلاص الصلاه وبعدين اخش على المكرونه. مكرونه ايه؟ كل ده كوم، وماجد المصري كوم تاني. بعيدا عن ان هو روش طحن، هو كان عنده ميول غريبه شويه في المسلسل ده. المفروض الراجل ده قايم بدور مساعد رجل الاعمال او الدلدول بتاعه، تلميذك يا باشا، رئيس جمهوريه العالم. ولحد هنا عادي. بعد كده العلاقه اخذت منحدر تاني خالص. بتحبني يا حسين؟ بتحبني يا حسين؟ بتحبني يا حسين؟ بتحبني يا حسين؟ انت لسه بتشك في حبي؟ بفكر فيه، في حبي ليك. ابتدى يحاول مع فتحي عبد الوهاب، لكن اللي ما كنتش اتخيله ابدا انه يحاول يعمل كده مع ابنه. يا ماما فين طيب؟ يا عم ماما ايه بس، ما احنا كده حلوين. الله بقول لك ايه، ما تيجي هنا وانا احب. لا يعني بلاش والله. لا ازاي تعمل كده ببناتك؟ في المسلسل ده كان في حاجه اغرب من كل ده، ان دي كانت مامة ولد في ثانوي اللي هو ده. ماما حلوه. سيبك بقى من المسلسلات البطيئه دي، خش على الاكشن، الاثاره، الغموض. القيصر خطير، خطير لدرجه ان هو بيمسح كده. هنا كمان جامد. وبيطبخ كده. بس مش هو بس اللي كان كده، المسلسل كله كان رتمه سريع. دي كانت عملية اقتحام ناجحة قام بيها العقيد أحمد سعيد عبد الغني. القوة دي كلها جت عشان يقضوا على المجرم ده.
وياخدوا اللابتوب. غالبا في شكوى جت من الراجل ده عشان كان عامل دوشه باللابتوب والبيبي ما كانش عارف ينام. بس على مين؟ يا وزير. وكالعاده يوسف الشريف بيقدم اداء خيالي، بيعتمد ان هو يفضل بنفس الوش في جميع الظروف، وهو بيتحقق معاه، وهو في عمليه سريه، وهو لسه مستحمي حتى لو متهدد بمسدس. كان في بس تفاصيل غريبه، السكاكين بلاستيك، المعتقلين كانوا لابسين اشيك من امن سيتي ستارز. بصراحه المسلسل متصور حلو والراجل ده بيمثل حلو. كفايه سسبنس بقى، نفسك في حاجه لذيذه؟ افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريهان. مسلسل لذيذ وخفيف، هتفتح اي حلقه هتضحك، ناس متصالحه مع نفسها. المسلسل كان هيبقى اسمه لغز ميكي اصلا. فسي دماغك وحل معاهم اللغز. ده اسمه مسلسل كوميدي. ده اسمه ايه؟ بنات سوبرمان. المسلسل ده بالنسبه لي كان نكته افيه، عملوا عليه 30 حلقه. لو مره سوبرمان نزل عمليه في مصر، اتجوز واحده، جاب بنات خارقين. المسلسل كله ما فيهوش غير الراجل ده النجم البرنس. طول المسلسل بيعيدوا في نفس الافيه ان هو طلع بدور اوراني وعايز يشغل بنات اخته الخارقات في الكباريه. كان ممكن نضحك عليها مره، مش المسلسل كان لذيذ لحد الحلقه الثانيه. بعد كده بيحلبوا في نفس الافيه. مسلسل صد رد، نفس طريقه مسرح مصر، انه بيعمل سكتشات احيانا بتضحك احيانا لا. فهو سكتشات جايز يعجب ناس، ما عجبنيش تماما. ومع النمس اللي مقطع ستات مصر بالاندر ايج ببناته هو شخصيا. مصطفى شعبان لو مثل مع رجاله يتحرق، حتى لما طلع بدور ابو بنات. نفس طريقه الافيهات الشقيه بتاعت عمر وسلمى لما تامر حسني بقى اب، هي ما كانتش حلوه عشان يتعمل منها تاني. وعند المشهد اللي استوقف الجميع، بيبص من الشباك بناته بيلعبوا في حمام السباحه، بيعمل لهم باي، بص لا واحد بيصورهم، واحد بيصور بناته في حمام السباحه، افتكر مافيا وكود 36، قام نط من الشباك ونزل حمام السباحه بهدومه، وقام باصص للراجل وقال له ايه هتصورهم من غيري؟ مش ابوهم انا؟ حمش. كل اللي فات ده هنحاول نعديه، لكن في حاجات بجد ما ينفعش تتعدى. رمضان ده فيه مشاكل كبيره مع اللغه الانجليزيه، يعني مثلا انا اتصلت بالجيم وطلبت ترينر. كلمتي الجيم طلبتي تينر، ونجمه الموسم في ريال. ممكن تروح لبسيكياترست وانا مستعده اجي معاك. انا رايح دكتور نفساني. بسيكياسترست. ما كانش في واحد في اللوكيشن كله ودنه رفت كده. طب في المونتاج في المراجعه ما فيش واحد في كل دول عارف ان ما فيش حاجه اسمها بسيكياسترست؟ انت بنفسك اللي خلتني اروح لبسيكياترست بعد ما فاروق مات الله يرحمه. لا ده انتوا قاصدين بقى. الملخص ان حتى الان اغلب المسلسلات افكارها مهروسه، بس دي مش كل المسلسلات. هنكملهم في الجزء الثاني من ملخص مسلسلات رمضان مع البابيونا، ولو نسينا حاجه اكتبوها في الكومنتات عشان نحطها في الحلقه الجايه. تابعونا. انا ما ولعتش الشمعه.